بسم الله بديت وانا نبي صليت. قالوا ناس زمان القناعة كنز لا يفنى. كانوا ناس زمان عندهم الحكمة والعبر، وشي كاع اللي قالوه رانا عايشينه في درك. حكايتنا اليوم راح نحكيها لكم على الحمال ومرته. بسم الله بديت وانا نبي صليت. كان يا مكان في قديم الزمان حمال وعنده مرته مسكينة نية. هذاك الحمال كل صباح ينوض يبكر ويروح باه يجيب قوت يومه. كل صباح يبكر للسوق يحمل اللي يحمله، ومن يجي اخر الوقت يعني اخر النهار يرجع لدارو ويجيب معاه شوية خضرة وشوية دقيق يتعشى بهم هو ومرته. كان كل يوم يبكر الصباح يروح للسوق، وفي اخر النهار يجيب معاه شوية خضيرة ودقيق ويتعشى هو ومرته. كل يوم هاك. في واحد النهار ناض الحمال صباح بكري، شرب القهيوة وراح يتكل على ربي. بقى يستنى في السوق، ما كان حتى حد عيط له وقال له هز لي سلعتي. قاع النهار هو يستنى، وفي اخر النهار رجع لدارو بيدي خاويين. قالت له مرته واش بيك راجل، واش كاين؟ انا ما جبتش معاك خضيره كيما العاده ولا وايد. قالها يا مرا من صباح النهار حتى لاخر الليل وانا نستنى شكون اللي يقول لي ارواح هز لي سلعتي، ما كان حتى حد عيط لي. وراح للغرفه يتمدد، وهي مسكينه بطبيعه الحال راحت تشوف كاش ما دير حاجه يتعشوها. هو في الغرفه يتكسل عينيه في السقف حتى يشوف زرسوميه. يشوف فيها في السقف وما تحركش. هذيك الزرزوميه قاعده في بلاصتها في السقف حتى تفوت عليها عنكبوت. بلسانها قبضت العنكبوت وكلاتها. قال الحمال من اليوم الرزق يجي حتى لعندي. غدوة صباح ناضت المرأة مسكينة، نوض في راجلها وقالت له يلا نوض باش تروح للسوق وتخدم على روحك. قالها لا يا مرأة، قررت ما نروحش نخدم، انا رزقي يجي حتى لعندي. قالت له يا راجل انا على الشيطان، كيف رزقك يجي عندك؟ قالها انا راني نقول لك وخلاص، عجبك عجبك ما عجبكش دبري راسك. المسكينة غلبها على أمرها وسلمت أمرها لرب العالمين. ذات نهار يومين 3 أيام وهي على هذا الحال. من بعد قررت انها تروح للغابة
تلم بعض الحطب وكاش شوية غلة وتهزها للسوق وتبيعها وتجيب قوت يومها. ولا تروح مسكينة للغابة تلم الحطيبات وتلقى شوية غلات تقطفهم وتروح للسوق وتبيعهم وتجيب شوية خضرة ودقيق وزيتون ويتعشاوه. في مرة من المرات كانت المرأة المسكينة تجمع في الحطب حتى شافت بين الشجر في بلاصة بعيدة حاجة تلمع. هي خافت في الأول وقالت واش هذا، واش هذه الحاجة اللي راها تلمع؟ بعد قالت نتقدم ونشوف شهية. راحت مسكينة تتمشى غير بشوية وبدات تقرب لهذيك الحاجة اللي تلمع. هي دخلت في وسط الشجار حتى لقات قلة معمرة لويز ذهب. قالت راه ربي رزقنا، الحمد لله يا ربي على هذه النعمة. وجات تهز الجرة ما قدتش، الجرة ثقيلة لأنها معمرة باللويز. غطتها بالقش والحطب اللي كانت جمعاته وراحت تجري للدار. لما وصلت للدار وهي تلهت مسكينة قالت لراجلها يا راجل نوض تهز عليا لقيت جرة معمرة لويز. قالها راجلها انا منا ما نتحركش، انا قلت رزقي يجي حتى لعندي. قالت له يا راجل مع الشيطان، الجرة لو كان ما تجيش وتهزها معايا دوك يدوها واحد اخرين. راني نقول لك جرة معمرة لويز ربي درها لي في طريقي. قال لها لا انا رزقي قلت لك يجيني حتى لعندي. سلمت المرأة امرها لله وراحت عند خوها وخبراته في الطريق. قالت له يا خويا لقيت جرة في الغابة وسط الشجر معمرة لويز. خوها في الاول ما امنهاش ومن بعد لما راح معها وهو في الطريق قال لها شوفي يا اختي إلا بصح الجرة فيها اللويز نقسمها معاك النص بالنص. قالت له اخته موافقة خويا. راحوا ولقاو الجرة تاع اللويز وهزها خوها وبقات تتمشى حتى وصل خوها لدارو. وهي قالت له ما تهزليش الجرة لداري. قالها لا يا اختي نجيبها في داري، روحي انتي لدارك والنص تاعك دوك نجيبها لك غدوة. المرأة من نية قالت له ما عليها خويا ورحت لدارها. خوها دخل لدارو ودخل لبيتو وبلع على روحه وبقى يحسب في اللويز، يحسب يحسب يحسب. اداها طمع قال له لو كان نعطي لاختي نص الجرة انا يبقاو لي غير هاد الشويه ما يكفيونيش. اللهم نخبر مرتي تعطيني حيلة نديرها لاختي وندي الجرة الكل. اي سيدي عيط لمرتو دخلها للدار وحكى لها وري لها الجرة تاع لويس. قالت له مرته شوف ما عليك غير تقول لها انك لقيت 200 لويزة تاع ذهب. انت ديت 100
وهي عطيها 100 وهكا ما تفيقش بينا. قالها والله الا فكرة، ولما 100 ويزة ودارها في كيس وداها على اخته طبطب عليها. قالها شوفي يا اختي، هذا ما لقيت الجرة معمرة تبن وفيها من الفوق غير 200 ويزة، انا ديت 100 وانت عطيتك 100. قالت له اختو اللي كتبه لنا ربي مرحبا به، وشدت هذوك اللويزات، شرات المصروف في الدار والباقي مسكينه خباتو. لما خوها رجع الغرفه تاعو هو ومرته لقى الجره معمره عقارب حار. جات مرته قالت والله الا اختك حشاتها لنا، هي دات 100 ويزة ذهبية وحنا عندنا غير العقارب. لم خوها هذوك العقارب ودارهم في جرة وراح هو ومرته وقاس الجرة تاع الويز اللي معمرة عقارب، قاسها في حوشخته من جهة الحيط، يعني ما دخلش على اخته وطبطب عليها، لا قاسها لها من الحيط. وجاو رايحين حتى يسمعوا في الحمام فرحان ويقول لها نشكرك ونحمدك يا ربي، شوفي يا مرا قلت لك انا رزقي يجيني حتى لعندي. جا خوها قال لمرته مالهم هبلوا، حنا قسنا لهم العقارب وهما راهم فرحانين هاد الفرحه الكل. راح لدارو الحمال ومرته، هذوك العقارب رجعوا ويزات كيما كانوا النهار الاول، ويزات ذهبيه. شراو ديار وشراو دكاكين وراحوا حجوا وصدقوا في سبيل الله. مرته راحت عند خوها ودات له مكتوب باه يعين روحه على قوت يومه. وفي هذه الحكاية تعطينا العبرة ان القناعة كنز لا يفنى، والطمع يخسر الطبع. درك ما عليا نقول لكم تبقوا على خير في حكايتنا الجايه.